صاغت قمة الكأس لقاء صريحا بين ناديين كبيرين، النهضة البركانية والمغرب الفاسي. البركانيون دخلوا الموضوع مبكرا وأغرقوا السلة الفاسية وسط تحد واضح. الفصل الأول كان بتفوق لأهل الشرق بنتيجة 47 ل28. ما دخلناش في مقابلة بما فيه الكفاية، ما طبقناش التعليمات يمكن بالأحرف. فرق النهضة البركانية عرف كيفاش يبدا المقابلة عكس فريق المغرب الفاسي، ولكن ان شاء الله كاين مازال الجولة الثانية غادي نحاولوا نداركوا الموقف. المحور الثاني من المباراة كان بذات السياق. النادي البرتقالي استمر مقاوما للطموح الفاسي في استدراك الموضوع، وعبر لحظات حرجة أحيانا ليكرس تفوقه بخلاصة نهائية بنتيجة 73 ل67. التجربه ديال اللعابه تمكننا مننا نفوزوا. كنقول الفريق المغرب الفاسي راه عنده فرقه مزيانه وهارد لاك لهم. فيليسيتاسيون للجماهير ديال بركان. نادي النهضة البركانية قال كلمته المسموعة في نهائي الكأس في انتظار أن يعزز تقدمه في الموسم بمواجهته لنادي الوداد البيضاوي في نهائي الدوري الأسبوع القادم. النادي البرتقالي فاز بكأس الكرة البرتقالية في ظفر جديد لناد عريق فتح صفحة أخرى في مسار قلعة لها احترامها. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الرباط.